بس يا جماعه اي حد عنده بطن رغم محاولات الدايت المستميته والوجود في الجيم والتمارين الكتير وهو اصلا اوريدي خس كمان وبطنه ما نزلتش، هو بيعمل غلطه من اللي انا هقوله دول. اول حاجه هو بيعمل كارديو كتير جدا كل يوم عشان بطنه تنزل، وده مش بيفيده خالص. الكارديو كل يوم السريع دوت انا هقول لك الحل في الاخر. هو عمال بيزود لك الكورتيزول، طول ما الكورتيزول عالي طول ما انت مش بتحرق من دهون بطنك. دي رقم واحد. والتانيه مفاجاه طبعا، مفاجاه كبيره يعني. التانيه ان انت بتعمل تمارين بطن بس هي مش هي دي العضله اللي احنا عايزينها. انت بتعمل تمارين بطن اللي هي العاديه، الكرانشز مثلا او حاجه، او بتاعه الهيب فليكسرز وانت بترفع رجلك، فهي مش دي اصلا تمارين البطن اللي هتساعدك، لان بعد العمليه وبعد الجرح العضله اللي ضعفت حاجه اسمها تي في اي، الترانسفيرس ابدومينس، دي عضله ديب قوي فانت مش بتستفيد. تالت حاجه انك بتعمل انسولين سبايكس كتير جوه اليوم الواحد، بترفع مستوى الانسولين والسكر كتير من لبن كتير او فاكهه كتير او عصاير او بسكوت. حتى لو انت بتخس وعامل دايت بس دول بيحصلوا، بطنك مش هتنزل. طيب الحل ايه بقى؟ بص ركز معايا وهقولهم لك تاني بالترتيب. احنا قلنا اول حاجه ان انت بتلعب كارديو كتير جدا فانا مش عايزه اساسا، وكفايه تمارين مقاومه من مرتين لثلاثه في الاسبوع، تعمل تمارين مقاومه حتى بوزن جسمك، والكارديو يقل جدا مره في الاسبوع ويبقى خفيف وهادي من غير ما بتجبر جسمك على انه عمال ينتع في قلبه عشان يحرق دهون. دي رقم واحد. رقم اتنين، تمارين البطن اللي انا عايزها هي بتاعه التي في اي. ممكن يعني جوجلت اسمها تي في اي سترينث، احط لكم صورتها برده. تبقي نايمه على ظهرك كده وبتاخدي نفسك من مناخيرك وبتروحي شافطه بطنك 10 ثواني، تعيديها 6 ل 8 مرات، تعيديها مرتين. تمام. دي الترانسفيرس ابدومينس، هي دي اللي احنا عايزينها، هي دي العضله اللي لو بقت قويه بالمناسبه هي دي اللي هتخلي شكل بطنك مختلف، مش تمارين البطن العاديه. تمارين البطن العاديه اعمليها مش ما تعملهاش يعني. النقطه بقى الثالثه واللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، ان الكورتيزول لازم يقل. طبعا انا نزلت لكم مليون فيديو ازاي تحافظ ان الكورتيزول قليل، لان لو انت في الفايت اور فلايت مود انت مش هتخس اصلا، مش هتحرق دهون، فلازم الكورتيزول يقل. لو انت لسه عايز الفيديو ده او ما شفتوش اكتب لي في الكومنتات هنا وهنزله لك تاني. النقطه الثالثه بتاعت الانسولين سبايكس، احنا قلنا ما تفضلش طول اليوم بتاخد فاكهه ولبن فاكهه ولبن فاكهه ولبن، ده بافتراض ان انت ماشي على الدايت كويس. اللبن اقل من ربع كوبايه في اليوم ومره واحده، الفاكهه مره واحده ويا ريت مع وجبه. والنقطه الاخيره ان الفري بتاعك ما يبقاش فيه سكر كل فري في الاسبوع، في الشهر يعني مش كل فري سوري في الاسبوع تبقى عمال بتاخد فيه سكريات. ممكن تاخد مره مقليات، ممكن تاخد مره اكل دسم، اتس اوكي، بس مش كل مره فيه سكريات. انا متاكد ان انت اول مره تسمع الكلام ده، بالذات الغلطات اللي انت ممكن تكون بتعملها. فركز معايا وتابعني في اللي جاي، لان انا دايما هرد عليكم واقول لك حاجه ممكن تكون بتعملها انت بس مش واخد بالك منها. بس وانا عارف ان هي صعبه وبعد العمليه ما بتبقاش اسهل حاجه، بس ان شاء الله هتنزل. كملي وبطنك هتنزل.